فبيتهيألي المين جول او الحاجه الاساسيه في الثيرابي اللي انا بحس ان هي بتفرق جدا جدا هو لما الثيرابي تعلمني ازاي ان انا اعرف افضي كوبايتي عشان تاني يوم استوعب حاجات تانية من غير ما افيض. في الجلسة دي هنتكلم عن ازاي الثيرابي ممكن يكون helpful او ازاي الثيرابي ممكن يساعدنا. ده توبيك بقى بالنسبه لي انا بتكلم عنه ليل نهار. مفيش ستوب. انا عايزه ممكن ابدا بان انا اقول حاجه مفيده قوي انت قلتيها في جلسه قبل كده. يعني شرحتي الثيرابي كأن هي دولاب محشور فيه حاجات كتير. صح. تهيألي الثيرابي بتخلينا نفتح الدولاب والحاجات تقع ونطبق ونحط. صح ده انت قلتيه من كذا جلسه وعجبتني جدا فكنت عايزه اقولها تاني. في حاجة تانية برضو بحسها مفيدة ان الشخص يعني اللي عايز يبدأ ثيرابي يبقى عارفها ان الثيرابي بتساعدنا زي ما قلت من المرة اللي فاتت، زي ما قلت ان احنا الثيرابي هدفها مش ان انا ما اتضغطش قد ما ان انا ابقى بتعامل مع الضغط او ان انا ما يحصليش مشاكل قد ما ان انا يبقى عندي التولز او الطريقة ان انا اتعامل مع المشاكل. في انالوجي او في اكزامبل كده بحبه جدا وغالبا اي حد عارفني هيكون زهق من الانالوجي ده، بس هو تشبيه ان كل بني ادم في حاجه اسمها الستريس باكيت انالوجي. طيب أوكي. بس ده مش باكيت، هنعتبر ان هو باكيت ستريس كاب. احنا كلنا عندنا قدره تحمل فلنعتبر ان هي دي. فانا يوميا بيدخل ضغط، ممكن يدخل ضغط من عيلتي، ممكن يدخل ضغط فاينانشال، الطريق زحمه، باجي من الشيخ زايد مثلا، فكل واحد عنده ضغوطات مختلفه وبنفضل بقى نستوعب الضغط ده on a daily basis. في ناس بتعرف انها تتعامل مع الضغط ان هي تفضيه بشكل صحي. وفي ناس طرق التعامل بتاعتها بتبقى غير صحيه، يعني لو حد بيشرب سجاير كل ما يتضغط، لو حد مثلا بياكل emotional eating، دي كلنا او معظمنا ممكن نبقى جلتي منها. في ناس بتتعصب، فكلنا بنبدأ ان احنا نرجع الضغوطات دي بشكل او باخر لحد ما بنوصل لخط النهاية ده. في الاخر بيحصل بقى ان الشخص يا اما بيكسبلود فبينفجر لبره بالظبط، او بيمبلود فبينفجر بشكل ان هو يأذي نفسه بالظبط بشكل داخلي. فالاكسبلوجن ده بيبقى شكله ان انا بتعصب او ان انا فجأة استقلت من الشغل او ان انا هقطع مع حد، فانا بعمل حاجة هتأذي شخص او حاجة تانية حواليا، بكسر، ممكن ابقى يعني في حاجات لا تنتهي. وفي الامبلوجن بقى، وده بالنسبة لي انا ساعات بيبقى اوحش بكتير، ان انا باجي على نفسي لما بضغط فبعزل نفسي، ببوظ طريقة اكلي، ببطل ان انا اعمل الحاجات الكويسة اللي بتفيدني. فبيتهيألي المين جول او الحاجة الاساسية في الثيرابي اللي انا بحس ان هي بتفرق جدا جدا هو لما الثيرابي تعلمني ازاي ان انا اعرف افضي كوبايتي عشان تاني يوم استوعب حاجات تانية من غير ما افيض. فاهمة قصدك. طريقة من الطرق اللي الثيرابي بتساعدنا بده ان ممكن الاخصائي اللي انا رايح له يديني وجهة نظر مختلفة او يبقى بينور لي حاجات معينة، زي ما كنا بنحكي في الابروتشز او المدارس العلاجية، ممكن يديني سكيل ان انا اتعامل بيها او طريقة اتعامل بيها جديدة تبقى بتساعدني ان انا افضي. ففي حاجات كتيرة ممكن الاخصائي يعملها تسهل عليا بالظبط، ينور لي الحتة دي. عايزة ازود على حاجة انت لسه قايلاها. اولا الثيرابيست بيدي برسبكتيف تاني لسببين. اول سبب ان هو غالبا بما انه بقاله سنين في المجال فهو شاف نبذات من مشكلتك في ناس تانية، فهو هيديك برسبكتيف بيزد على دراسته وبيزد على الاكسبيرينس اللي هو مر بيه مع ناس مختلفة ممكن تكون التجربة بتاعتهم شبيهة. وتاني حاجة ان انا برضو يعني بطبيعة الحال انه لما الواحد يجي يفكر في نفسه بيبقى فيه ديفنسز كتير، الواحد او حيطان كتير احنا حاطينها بالظبط، بروتكشن. لما تقعد قدام حد وتكلمه عن كل حاجة بيبدأ يشوفك من غير الديفنسز دي. انا ممكن اكون في يعني معمي او مش شايف حاجات فيا، ممكن حد من بره من بعيد يشوفها. فدي بتساعد في الاويرنس برضو. وانا كل ما بقى اوير كل ما هعرف انا تأثيري ايه على نفسي، تأثيري ايه على اللي حواليا، الخطوات اللي ممكن اخدها ان انا ما بقاش يعني لو اكتشفت ان انا عندي تأثير سلبي على نفسي او الغير هبقى عارف ايه الخطوات اللي ممكن اخدها عشان اغير الانماط دي.
وبما اننا كنا بنتكلم على سايكو اناليسيز وفرويد وكده، كان فرويد يعني من اقدم المدارس العلاجيه كان بيقول انه في حاجه اسمها كاثارسيس، ايوه اللي هي simply الايموشنال ريليس اللي بيجيلي في الثيرابي سيشن. بس من ان انا اتكلم، حتى لو بره الثيرابي سيشن. يعني فكره ان انا اصلا شايله مشكله وقلتها بصوت عالي قدام ناس، دي في حد ذاتها فيها ريليف او therapeutic فيها راحه. ومريحه بالظبط. حاجه من الحاجات برضو اللي بتفرق قوي هي فكره زي ما انت قلتي، انا رايح بتكلم او بطلع. ساعات احنا وده اكزامبل بديه كتير في الجلسات نفسها، احنا افكارنا بتبقى عامله زي البالونه. اوكي الفكره لو فضلت جوه دماغي، البالونه دي بتفضل تكبر 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 تكبر. ولو تفتكري وقت المستشفى كان في حاجه لما كنا بنشتغل مع الادمان، لما الشخص يبقى جايله كريفنج او عايز ان هو يضرب او ياخد اي حاجه ممكن تبقى مش صح ليه، كنا بنقول له ايه؟ افضح الفكره. فان انا افضح الفكره بيفسي البالونه دي شويه، بيخليني ان انا زي ما انت قلتي انا شايله عبء كبير قوي وسلمته لحد، مش عشان هو يشيله معاك بالظبط، مش صح. عشان هو يشيلهولي، بس يشيله جنبي او يبقى بيمشي معايا في رحلتي. ففكره ان انا افضح الفكره حاجه من الحاجات اللي بتفرق جدا. ولو حد راح ثيرابي هيعرف برضو ان السبريشن او الكبت من اوحش الحاجات اللي ممكن نعملها. صح. واكزامبل برضو بنستعمله كتير، ان انا لو قلت لحد ما تفكرش في عربيه حمراء، اول حاجه على بتيجي طول في بالنا عربيه حمراء. فالكبت او ان انا يبقى معايا حاجه تقيله عليا انا شايلها هتفضل تطاردني. فجزء من الراحه اللي بتيجي في الثيرابي هو ان انا صح. بتكلم، بس مش الثيرابي برضو مش كلام فقط، فهو التولز او المعلومات اللي هتجيلي بعد الكلام ده. فالاتنين بالنسبه لي بيخلقوا ايكويجن مريحه جدا. هسألك حاجه، طبعا هيجي حد منكم يقول طب ما انا ممكن اتكلم مع صحابي. ما هو بالظبط. تفرق ايه اني اتكلم مع صحابي؟ يعني انت قلتي حاجه منهم انه ممكن المعالج يديني سكيل، يديني حاجه، بس فيها ايه لو كنت مع صحابي؟ هقولك في زي شروط معينه لان احنا اصلا نروح للمعالج، صح؟ زي ان انا ما اعرفوش، وده شرط بنتسال عليه كتير جدا. هو انا ليه ما ينفعش اجيلك؟ ما احنا اصحاب. كويس انك قلتي النقطه دي. صح بالظبط. فممكن مثلا حد من قرايبي يقول لي طب ليه ما ينفعش انت تبقي الاخصائيه بتاعتي؟ عشان جزء من العلاج اولا ان انا ما يبقاش عندي حاجه اسمها بايس، فما بقاش عارفه معلومات عنك من سورس بره الثيرابي، صح؟ ما بقاش عارفه معلومات اوريدي قبل ما انا اشوف الشخص. ليه؟ لان انا لو واحده صاحبتي جت سالتني قالت لي انا عندي مشكله مع اخويا او مع جوزي او وات ايفر، غصب عني كصديقه بديها الحل. وده اللي احنا بنعمله، احنا بنعتمد على بعض عشان نفكر مع بعض ونساعد بعض. وساعات بندي ادفايس من غير ما الشخص، او بندي ارائنا من غير ما الشخص يبقى محتاج ده. عيب ده، وليه ده مش موجود في الثيرابي او مش المفروض انه يبقى موجود في الثيرابي؟ ان الشخص في الجلسات النفسيه بيتعلم ازاي يوصل للحل لوحده. فانا لو والدتي او لو اخويا او حد جه يتكلم معايا، اول حاجه هقولها له هي الحل. بس الاخصائي ما بيعملش كده، هو بيعلمك تفكر لنفسك، فبيسال اسئله تبروفوك او تطلع افكار معينه انت توصل لها لوحدك. وعشان كده ساعات الطريق ده بيبقى اطول، بس الطريق الاطول في الاغلب هيخليني انا قدام اعرف اعتمد على نفسي كليا. صح. فان انا اروح اتكلم مع اخصائي، ساعات ممكن احس اني بتكلم مع واحد صاحبي، بالذات لو الاخصائي في نفس السن او حاسس ان في ممكن حاجات ان كومن او حاجات متشابهه، بس اللي هو هيوصله لي او الطريق هيبقى مختلف. فهيديني حاجات زي ما انت قلتي بناء على التجربه وبناء على علم. وحاجه تانية قلتيها من شويه لما اديتي مثال، مثلا حد جاي لي يتخانق مع اخوه، بطبيعه ان انا مثلا صديقه البنت انا ممكن ابقى عارفه اخوها، ممكن ابقى عارفه اخوها كويس، فانا غصب عني ممكن الراي اللي هديه او النصيحه اللي هديها يبقى منحاز بالظبط، او ابقى عارفه ايه الصح بس مش عايزه اقوله لها عشان عارفه اخوها. يعني بيبدا بالزبط. الموضوع يخش في يعني ثيرابيست عمره ما هيبقى عنده ده، هو ما يعرفش انت مين وجاي منين فما يعرفش غير قصتك. بالظبط، ما يعرفش غير اللي انت جاي توريهوله، ودوره ان هو يبقى مرايتك، فهيوري لك الحاجات الكويسه زي اي مرايه، وهيوريك الحاجات اللي ممكن نبقى محتاجين نظبطها شويه. صح. في حاجه انت دايما بتقوليها انه ساتر طمني لا انت دايما بتقولي او سمعت بتقوليها كذا مره، انه لما الشخص يحل حاجه في حياته او اسبكت واحد، ان ده تلقائيا بيأثر على باقي الاسبكتس. ايوه. فانه ممكن يكون شخص رايح يطلب المساعده في حاجه ويلاقي ان حياته في الجوانب الاخرى كمان اتحسنت. دي حاجه انا يعني انت بتقوليها كتير، انا بحبها جدا وبحسها حقيقيه فعلا
واظن ان دي حاجه برضو الصديق مش مم. هيوصلك ليها. يعني انا لما مم. باجي اشتكي لك حاجه في الشغل او حاجه من اصحابي، مش هقعد اسالك على حياتك كلها بقى، بالظبط هحل المشكله وخلصنا. بالظبط، مم. ومش هتربطي لي حاجات كتيره ببعض، انت بتساعديني في الموقف صح. ده لوحده. الثيرابيست ممكن انا بروح اشتكي من ان انا عندي مم. خناقه مع جوزي او عندي مشكله في البيت، مم. يوم هو يوصلني لان انا عندي مشكله في الباوندريز، فنشتغل على صح الباوندريز او الحدود صح الشخصيه. فاحنا كاننا بنجيب المشكله من الجذر. صح. لو هنرجع للنقطه الاصليه بتاعه الجلسه دي، انه ايه فايده الثيرابي او الثيرابي هتفيدني ازاي، او احب اقول انه الثيرابي مش هدفها ان انا ابقى سعيد، حاجه زي ما صح انت قلتيها في الاول، هي صح هتساعدني ان انا ادير حياتي بمشاكلها، صح بالوحش بتاعها، بالقرف بتاعها. انا هتعلم ادابت وازاي اتعامل، وازاي الفانكشناليتي بتاعتي ما تتاثرش، صح الوظائف بتاعتي تبقى كلها كويسه. صح. اظن ان ناس كتيره برضو ممكن تبقى حاسه ان الشخص او الاخصائي ده هيقول لي اعمل ايه، بس هو ده مش دوره، وهنتكلم في ده بعدين. بس هو دوره ان هو يبقى مخليني اعرف اشوف الناحيتين، زي ما انتي قلتي، هشوف الناحيه اللي بتضغطني، هشوف صح. المشاكل، وابقى عارف او ابقى واثق في قدرتي ان انا اتحمل الاثنين. من الحاجات برضو اللي بحس ان الثيرابي بتفرق فيها جدا، ودي حاجه انا بشتغل كتير مع الكلاينتس عليها، ازاي احسن علاقاتي او اطور من الكوميونيكيشن سكيلز او طريقه التحاور بتاعتي، او السوشيال سكيلز بتاعتي. يعني ساعات في ناس بتبقى مش عارفه، طب انا عايزه اعمل صحاب جداد، فدي مهارات ممكن حاجه اجتماعية. تفرق. بالظبط. حاجه تانية برضو ممكن ما تبقاش سكيل قد ما حاجه الاخصائي ممكن يوفرها وتفرق جدا، الفاليديشن والرياشورنس. بمعنى في ناس متعوده ان هي تانفاليديت نفسها، يعني هو زي ما اتكلمنا من كذا جلسه، في ناس مش بتصدق او مش بتصدق كلامها واحاسيسها او مشاعرها، وبيجوا يقولوا قصص بشعة حصلت لهم وهم مقتنعين ان هم مبالغين او ان هم تعاملوا بشكل غلط. فيمكن جزء من الثيرابي برضو بيفرق جدا ان بيبقى عندك حد يقدر يقولك ان الطريقة اللي انت اتعاملت بيها او الاحساس اللي انت حاسس بيه ده valid، مظبوط مش مظبوط. بالظبط، مظبوط او valid او في محله، خلينا نقول بدل مظبوط او مش مظبوط. وبعد ده لو في حاجة أنا بقى بعملها ممكن تتحسن، هيساعدني برضو في ده. فهو زي ما قلنا بيوريني الناحيتين. وساعات التحسن بيبقى شكل مختلف قوي عن اللي انت كنت جاي في الأساس عشانه. يعني أنا عندي كلاينت ده من الناس اللي أنا يمكن فخورة قوي إن أنا اشتغلت معاه. هو جه عشان يشتغل على الانكزايتي أو القلق الشديد قوي اللي كان عنده وأعراض الاكتئاب. وفي وسط شغلنا مع بعض وان احنا اشتغلنا على القلق والتوتر وازاي اتعامل مع الناس واعراض الاكتئاب، وازاي حتى ان انا ابقى واثق في نفسي اكتر شوية، لقينا ان هو ابتدى يهتم بصحته. كان هو بسبب الاكتئاب كان بيطلع الايموشنز او المشاعر في الاكل. لما ده وقف لقينا ان هو ابتدى يشتغل على جسمه، ابتدى يلعب رياضة. مش بتكلم على شكل بس، هو صحته الجسدية اتحسنت. كان بيجيله قولون عصبي، ما بقاش بيجيله الأعراض دي anymore. ويمكن على مدار السنة ونص اللي اشتغلنا مع بعض فيها، أنا شايفة إن شكله اتغير أزين. هو عارفة لما حد ينور، فده هدف كان غير اللي هو جاي بيه. ويمكن في وسط ما احنا بنشتغل على سمع في حتة تانية، بالظبط، سمع في حتة تانية كتير، غير شغلانة، جاب شغلانة ما كانش يتخيل ان هو يعني يجيبها. ويمكن دي ظهرت لما ابتدى يثق في نفسه اكتر، فيخاطر اكتر ويجرب حاجات مختلفة. فساعات التحسن بيجي في اشكال احنا مش متخيلينها. فمش هبقى رايح بهدف واحد، انا محتاجة ابقى رايح عارف انه زي ما قلنا على المرونة. ساعات ممكن الاقي حتى ان الجولز بتاعتي بتتحقق بشكل اكبر بكتير قوي مما انا تخيلت. ايوه فاهمه قصدي. في الجلسه اللي جايه مع بعض هنتكلم عن ازاي نقدر نختار المعالج المناسب. صح.